السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيكة ديال البرتقال بدون دقيق، كتجي رائعة بزاف، بنينة، الطعم ديالها من أروع وألذ ما يكون. فنتمنى أنكم تجربوها، اقتصادية وسهلة بزاف في التحضير وبكريمة جد جد رائعة. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. فغادي نبداو بسم الله على بركه الله بتحضير الكيك ديالنا. فبالنسبه للكيك غادي نحتاجو 2 حبات ديال البيض. بالنسبه للحجم ديالهم من الافضل يكون كبير، اذا كان الحجم صغير ديروا 3 ديال الحبات ديال البيض صغار. وهنايا غادي نضيف قشور ديال برتقاله محكوكين، كتحكوا غير القشره البرتقاليه، ما كتحكوش هذيك البيضاء باش ما تعطيكمش المروره. غادي نضيف كذلك واحد الكاس من السكر. بالنسبه للكاس اللي كنقيس به هو الكاس ديال العنبه اللي كيهز لينا 200 مليلتر، هو اللي غادي ناخذ به جميع القياسات. هنايا غادي نضرب البيض مع السكر مزيان. فانا هنا استعملت الخلاط الكهربائي باش كيضربوا هكا المكونات بسرعه. ممكن انكم تستعملوا الخلاط او تستعملوا حتى الضراب اليدوي، غير المهم كتخلطوا هذاك السكر مزيان مع البيض. ثم غادي نقوم باضافه نصف كاس من الزيت، ما يعادل 100 مليلتر. هنا الزيت راه كتبان بيضه فقط مع الاضاءه. ثم غادي نقوم باضافه كاس من عصير البرتقال، ما يعادل 200 مليلتر. صافي وكنخلطوا كل شيء. وغادي نضيف الان عندي السميد الناعم، السميده اللي كتكون مطحونه مزيان، دقيق الفينو. فغادي نحاول نوريكم، هو هذا اللي استعملت، سيمولا ماشي دقيق، سميده اللي كتكون مطحونه مزيان. فراه غير مع الاضاءه غادي تبان لكم بحال الدقيق، كيف ما شفتوا راه حتى الزيت بانت غير فقط مع الاضاءه، ما خداتش هذاك اللون ديالها. هنايا ضفت الكاس الاول من السميد الناعم، والكاس الثاني غادي نضيفو شويه بشويه. وغادي نضيف كذلك الان واحد الكيس من خميره الحلويات من فئه 16 غرام. الا درتو ديال 7 او 8 غرام ديروا 2 اكياس. صافي وكنخلطوا كل شيء هكا مزيان. والكاس الثاني غادي نبدا نضيفو شويه بشويه حتى كنتحصل على واحد القوام بحال الخليط ديال الكيك. وبالنسبه للكميه ديال السميد الناعم درت 2 كيسان كلهم، 2 كيسان هكا عامرين، وانتوما على حسب النوعيه ديال السميد اللي غتستعملوا، واش كتشرب ولا لا. هنايا كنكون موجده قالب اللي غندير فيه الخليط ديالي. فبالنسبه للقطر ديالو 26 سنتيم. كنفرغوا فيه الخليط ديالنا. طبعا يا اما كدهنوه بالزبده وترشوه بالسميد، او كتفرشوا هكا الورق ديال الطاي. صافي وغادي ندخلوه كيطيب. فرن اللي كيكون سخون من قبل، كنشعلوا له فقط غير من الاسفل في الاول حتى كتمر واحد نصف ساعه، عاد كنزيدو نشعلو حتى الفوق باش كيكمل الطياب ديالو. كياخذ تقريبا واحد 35 حتى 40 دقيقه. وهنايا غادي نقوموا بتحضير السيرو اللي غادي نسقيو به الكيك ديالنا. فغادي نحتاجو فيه نصف كاس من السكر. غادي تلاحظوا بانني خلطت هنايا ما بين السكر البني والسكر العادي، لان السكر العادي ما بقاش متوفر عندي. فضفت هكا شويه من السكر البني باش كملت نصف كاس. وغادي نضيف هكا 2 شرائح ديال البرتقال، وغادي نضيف كاس من الماء. غادي نخلط كل شيء وغادي نديرو فوق النار كيغلى واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. ثم غادي نمروا باش نحضروا الكريمه ديالنا، الكريمه ديال البرتقال. بالنسبه لهاد الكريمه هذه كتجي زوينه بزاف في الطعم ديالها. غادي نحتاجوا فيها كاس من عصير البرتقال، 2 معالق كبار من السكر، وملعقه كبيره ممتلئه من النشا ديال الذره المايزينا. كنخلطوا كل شيء وكنديروا الخليط ديالنا فوق النار حتى كيوصل لدرجه الغليان مع التحريك المستمر. وكيولي الخليط ديالنا عاقد كيف ما غادي تلاحظوا، كيولي بحال هكا. صافي هنا كنطفيو عليه. صافي وغادي نفرغوا بحال هكا في واحد الزلافه، في واحد الاناء او شي حاجه هكا باش كنخليوه كيبرد. وغادي نغطيو هكا الوجه ديالو بالبلاستيك الغذائي باش ما كيديرش هذيك القشره من الفوق. وكندخلوه الثلاجه حتى كيبرد تماما. وفي اناء اخر غادي ناخذو هنا بودره الشونتيي، انا غادي نعبر منها كاس. وطبعا هي هذه اللي كنستعمل، كتجي زوينه وكتجي عاقده. غادي نضيف عليها كاس غير ممتلئ من الحليب اللي غيكون بارد مزيان مزيان، تقريبا واحد 150 مليلتر. وغادي نضيف هذيك الكريمه اللي حضرناها ديال البرتقال. طبعا خصها تكون بردات مزيان مزيان باش ما كتضيعناش الكريمه.
وبالنسبه للمبتدئات فمن الافضل انكم تخدموا الكريم شونتي ديالكم، يعني تخلطوا غير الشونتي مع الحليب حتى كيطلع مزيان وكيعقد، عاد باش كتضيفوا هذيك الكريمه ديال البرتقال. انا هنايا يعني عارفه القياس اللي غادي ندير، درت كلشي في مره صافي وكنخلط مزيان مزيان هكا واحد المده ديال 10 ديال الدقائق حتى كتعقد معايا الكريمه، وحتى اللون ديالها ما كيبقاش هكا، يعني كيتفتح واحد شويه. صافي ها هي الكريمه ديالنا كيف ما كتشوفوا كيكون القوام ديالها بحال هكا. انا هنايا لاحظت بان القوام ديالها مازال خفيف واحد شويه، وهنا غادي نعطيكم واحد الطريقه باش الا الكريمه ديالكم بقات خفيفه باش تعقد، غادي تضيفوا لها قطعه من الجبن، يا اما الجبن ديال كيري او كتضيفوا هكا واحد الملعقه من الجبن الطري، كتزيد تعطي هكا داك الدهون للكريمه ديالنا وكتعقد وكتجي قابطه في راسها مزيان. صافي هذا هو القوام ديال الكريمه ديالنا، كتجي هكا واحد الكريمه رائعه، والمذاق ديالها ديال البرتقال رائع بزاف بزاف. وهنايا الكيك ديالنا بعد ما خرجناه من الفرن وخليناه طبعا حتى برد، ضروري ما تخليوه حتى كيبرد مزيان. غادي نحيدوه الان من القالب وغادي نديرو في واحد الصحن ديال التقديم، وغادي نحاول نقسمو لزوج ديال القطع. كناخذ واحد السكين وكندير هكا غير واحد التقطيعه هكا من الجوانب، وكناخذ الخيط هو اللي غادي نقطع به، كندخلو هكا في هذوك الجوانب وكنخالفو الخيط وكنقطعو به الكيك ديالنا، كيعطينا تقطيع اللي هو مقاد. صافي وكتاخذوا واحد الصحن بحال هكا وكتوضعوا فيه هذيك الطبقه ديال الكيك، وكناخذوا هذاك السيرو اللي حضرناه، طبعا حتى هو كيكون بارد، الكيك بارد وحتى هو بارد، وكنبداو كنسقيو به هكا الكيك ديالنا. فشوفوا الكيكه كتجي هشيشه غير من التقطيعه هكا، راه كتبان كتجي هشيشه لاننا درنا فيها هذاك السميد الناعم. صافي وبعد ما سقيت الطبقه الاولى درت الكريمه هكا في واحد البوش، وغادي نوزعها بهذا الشكل هذا باش تسهل عليا. باش نوزعها كندير الطبقه الاولى ديال الكريمه صافي وكنحاولوا نقادوها. فراه الكيك ديالنا كيتشرب بكل سهوله، وبغيتو ما تسقيوهش فيمكن لكم تستغناو على هذه المرحله هذه وما تسقيوهش، لانه اصلا كيجي هشيش. غير هو هكا ملي كتسقيوه كيزيد يجي بنين وكيجي احسن. صافي وغادي نغلف الكيك ديالي كله هكا بالكريمه من الفوق وكذلك من الجوانب، وفي الاخير غادي نرش الكيك ديالي كله هكا بالكوك جوز الهند، كيعطيه طبعا مذاق اللي هو زوين، وحتى الشكل ديالها كيجي زوين هكا ومختلف. وانتم عارفين هكا جوز الهند راه كيجي الطعم ديالو زوين بزاف مع البرتقال. وفي الاخير خديت هكا الكريمه اللي تبقات عندي درتها هكا في واحد البوش وزيدت بها بهذه الطريقه هذه، فحاولت نقتصد هكا على الكريمه باش في الاخير تقدني ندير هذا التزيين هذا. وهذوك القشور ديال البرتقال اللي درناهم في السيرو كيكونوا هكا معسلين، كنقطعهم وكنزين بهم هكا في الوسط. وصافي كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الطارت او الكيكه اللي حضرت معكم اليوم. كتجي هشيشه بنينه بزاف، الطعم ديالها الكريمه ديالها بنينه بزاف. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبكم الفيديو طبعا وصلوه لاكبر عدد من اللايكات، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الوصفات، ونتلاقاو في فيديو قادم مع وصفه اخرى.